الناس فاكرة إن الكحل كان مجرد زينة، لكن المصري القديم كان بيستخدمه بشكل أعظم. تعال لما أحكي لك حكايته. قبل ما يعرف العالم كلمة واقي شمس، وقبل ما يكون في مرايات ولا ميك اب ولا كلمة اسمها ستايل، المصري القديم ما كانش بيحط الكحل عشان شكله حلو، كان بيحطه عشان يحمي عينه من الشمس الشديدة ومن انعكاس ضوء النيل اللي ممكن يوجع العين. حتى الجنود كانوا بيتكحلوا قبل المعارك عشان يقدروا يشوفوا أوضح ويحمي عينيهم من الغبار والشمس. والسر اللي حير العلماء لحد النهاردة إن الكحل المصري ما كانش حجر مطحون وخلاص، كان فيه مركبات معمولة بإيديهم، مركبات مش طبيعية. يعني المصري القديم كان بيصنع دواء ويحطه في شكل كحل. العلماء لقوا إن كان بيرفع المناعة حوالين العين وبيحميها من الالتهابات، يعني كحل وعلاج وواقي شمس. الكحل ما كانش مجرد حماية جسدية، الملوك والكهنة كانوا بيستخدموا الكحل كرمز للقوة والسيطرة كمان، وكل خط حوالين العين كان ليه معنى. يعني مثلا الخطوط الممتدة لحد الأذن كانت بتوسع مجال الرؤية الروحية للشخص، والمصري كان مقتنع إن العين المكحلة تقدر تشوف أكتر. يعني من آلاف السنين المصري القديم مش بس ناس بنت بيوت ومعابد، دي ناس علمت العيون تشوف والروح تتعلم والإنسان يحمي نفسه من كل خطر. لو عجبتك الحكاية قولي في الكومنتات احكي يا نونا، وساعتها افتح لك باب جديد، سر ممكن يخليك تشوف الدنيا بطريقة مختلفة.